السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. وده يوم من أيام يعني من أيام الخير ورمضان الجميلة علينا كده يا رب. تعود علينا بخير. وناخد يعني من الأيام دي أحسنها، واللهم أمين يا رب. بصوا بقى، النهارده كان عندنا حاجات كده حلوة. النهارده كان رابع يوم رمضان، ففكرت بقى اعمل لهم النهارده يعني اكل كده بسيط. مش كل الاكل الحلو لحمة وسمك وحاجات. في ممكن اكلة حلوة كده تلم العيلة ويعني ونفصل بيها كده. جبت النهارده ملوخية خضراء. عندنا هنا الملوخية يعني ما اختفتش خالص. في الصيف في الشتاء كانت موجودة ما شاء الله. فجبت لهم بقى ملوخية خضرة كده. بصوا، قطفتها. انا ما بحبش اغسلها بعيدانها، لان العيدان بيبقى فيها طين كتير ورمل كتير. فبصراحة بشتريها وبخلي الراجل ايه اقول له قصها لي كده، فيقصها لي واجي بقى في البيت اقطفها. وبعدين بعد ما اقطفها اغسلها. انا عندي والدتي تقول لا، يعني انا لا بتغسلها بعدنها. طب يا ماما عليكي من ده بايه؟ طب ما احنا ممكن نقطفها ونغسلها، نغسل الورق بس، مش مهم العيدان يعني. بصوا كل واحد بقى وايه هو تفكيره. فانا النهارده بقى قطفتها كده. بصوا خضرها وجمالها، كأنها ملوخية والله العظيم في اوانها يعني. زي ما قلت لكم كده، ما اختفتش خالص الملوخية الخضراء السنة دي. فقطفتها بقى، وهعمل ايه بقى؟ هحطها شوية يعني مش في الشمس، بره كده في الهوا تنشف بعد ما اغسلها. تنشف كده وتبقى حلوة. يعني احنا لسه اليوم بدري، قايمين بدري، قدامنا الوقت طويل، فتنشف براحتها. ونظبطها كده تظبيطة حلوة. بشوية بقى، عندك شوية شوربة كده باقيين. انا عادة يعني ببقى عاملة كيس او اتنين شوربة مخزناهم في الفريزر. مثلا ما عندكيش شوربة وعايزة تعملي ملوخية، اي حاجة من اللي هي بتحتاج شوربة دي، يبقى انت عندك موجود الشوربة. بصوا بقى، انا بغسلها كده غسلتين تلاتة. عايزة اوريكم المية اللي هي نازلة منها. وبعدين بعد ما اغسلها غسلتين تلاتة، اسيبها بقى منقوعة شوية، يعني اسيبها منقوعة في المية شوية. بحيث ان لو مثلا فيها طين ماسك فيها او حاجة، فخلاص ما تبقاش فيها اي حاجة. وبعدين بقى بعد ما اسيبها شوية كده في المية، اجي بقى ايه اغسلها يعني شوية بشوية كده تحت الحنفية. فضمنا ان هي كده نضفت، ما فيهاش اي رمل ولا اي حاجة ولا طين ولا حاجة خالص. وانا محضرة بقى المصفى يعني هشيل. بصوا كده بقى ايه كده، بعد ما سبتها شوية اتنقعت وخلاص غسلتها وتمام التمام. هنا بقى كنت هعمل كمان التمر بقى بتاعنا. طبعا انا بغسل التمر وبغسل المشمش والتين والقراصية. كل الحاجات دي انا بغسلها الاول قبل ما احطها في الشفشق، او قبل ما نعمل الخشاف، لان بيبقى يعني التمر فيه ساعات فيه رمل كده. فالغسيل ودعكها كويس قوي. وبعدين بقى ايه نظبط الخشاف بتاعنا. حاولي ما تحطيش على الخشاف سكر، وشوفي هو هيبقى حلو ازاي وصحي ويعني لا، جربي ما تحطيش عليه سكر خالص. يعني التمر اللي معاكي هيديكي السكر اللي انت عايزاه. في ناس تحط الخشاف ده تعمله بلبن، احنا بنحبه بصراحة بمية. فجربي كده ما تحطيش سكر، جربي تعملي الحاجات صحية. ما تضيفيش سكر، هتلاقي ان التمر سكر معاكي الخشاف بتاعك وبقى حلو جدا ومعقول. هنا بقى حطيت ميه وحطيت بقى البلح المتكسر. انا مكسره البلح كده من اول رمضان وعيناه في الاكياس عشان يبقى سهل عليا. وقطعت بقى المشمشيه وقطعت التين. حطيت القراصية، يعني ظبطته ما شاء الله. بس كده خلاص. عندي بقى اللي هو القمر الدين اللي انا عاملاه ده.
لما كان المشمش موجود هحط برضو معلقتين كده قمر الدين، يعني مش صافي، مش صافي، ريحته يعني تحفة كده. هحط معلقتين حلوين كده. انا ما حبيتش بقى، انا بصراحة عملتهم وعبيتهم في برطمانات ازاز كده، ما حبيتش ان انا اعمله رول او قمر الدين، لا يعني انا حبيت ان هو عادي يبقى كده حلو. بس كده خلاص الخشاف بتاعنا اتظبط النهارده. آه تعالوا بقى نشوف برضو اليوم بتاعنا هيكمل ازاي وعملنا ايه. فكرنا بقى بما ان احنا عاملين النهارده ملوخيه، وهعمل لهم بقى يعني شويه طعميه كده حلوين يفتحوا النفس برضو جنب الملوخيه. فكرنا بقى ايه، نغسل كمان نغسل كمان ايه، يعني نغسل ايه، لا نخبز عيش. تعالوا بس هنا كده، انا جبت الملوخيه تاني بقى اللي انا قلت لكم ايه، احنا ننقعها فتره وبعدين تمسكيها بقى كده على الحنفيه كل شويه بشويه كده تغسليهم، ويبقى انت كده ضمنتي ان هي ما فيهاش رمل خالص خالص، ولا فيها طينه خالص، لان لو رمل باش وطينه باشت ورقدت يعني تحت، فخلاص انت ضامنه كده نظافتها 100%. بصوا بقى جمالها وخضرها. احنا النهارده هنعملها بطريقه سهله، انا مع يعني في فيديو قبل كده خرطناها مع بعض بالمخرطه، بس النهارده بقى هنعملها بطريقه سهله جدا، في ثواني في ثواني، وهتبقى معاكي زي اللي متخرطه بالمخرطه وخضرها زي ما هو. هشد بقى شويه الميه دول عشان ما يقفوش معايا على الرخامه كده. وتعالوا بقى هفرش لها حاجة نظيفة كده، واحطها بقى اوزعها على الترابيزة، يعني في الهوا كده تشفشف، عشان يعني لما بقى نخرطها او نشوف احنا هنعملها ازاي تبقى حلوة جدا ومفيهاش مية خالص. بس كده وزعتها. تعالوا بقى كمان نشوف هنعمل ايه كمان. قلت لكم بقى هنخبز النهارده عيش كده. هنا بقى ايه، لقيت السجادة دي انا كنت نشراها من امبارح، فقلت بقى ايه بما ان انا لقيتها في طريقي كده، قلت لها لا ده انت عايزه تتنفضي بقى، تعالى اما انفضك ايه وادخلك. دي سجادة المطبخ بصراحة حمصت يعني، بقت شمس وتحسيها يعني، لا يعني الشمس حلوة جدا النهاردة. ف يعني كويس ان انا طلعتها في اليوم ده. هنا بقى زي ما قلت لكم هنعمل شوية عيش، عارفين العيش القمح. هنعمل بقى شوية عيش قمح كده، نخلنا الدقيق، حطينا شوية ملح وحتة خميرة ومية دافية، بس مش اكتر من كده خالص. بصوا بقى هنا، وعملنا هنا بقى ده قرص اللي هي الكماج، دقيق ولبن، وبالذات بقى لو كان لبن رايب، وحتة سمنة وخميرة وشوية زيت صغيرين، ونظبط كده كماج ما حصلش. بما ان احنا بقى هنولع الفرن نعمل كماج ونعمل ايه عيش الرحة او القمح. تعالوا بس هنا شوفوا انا عملت الملوخية بقى ازاي. انا جبت الخلاط بتاعي وحطيت فيه الملوخية، وحطيت مع الملوخية شوية مية. عايزه اقول لكم شويه الميه دول بيعملوها معاكم، انا خدت التجربه دي من جارتي. فانا اقول لها الملوخيه اتحط عليها ميه، قالت لي جربي، خضرها فظيع فظيع، زي اللي مخرطاها بالمخرطه، فحلوه جدا. اتخرطت معايا وبقت زي الفل بالميه، والميه ما تاذيش اي حاجه، وانا فعلا جربت الطريقه دي طلعت حلوه قوي. ما تخافيش من الميه خالص في اي حاجه، الميه يعني ابدا ابدا ما تاذيش اي حاجه، بل بالعكس خلتها خضرة اكتر من خضرها. وكمان ضربتها ما فيهاش، عارفين احنا لما نحطها في الكبة تبقى فيها يعني عوادي الملوخية كده باينة فيها. هنا بقى المية ساعدتني ان ما في يعني خلاص ما فيهاش اي حاجة. بصوا زي ما تكوني عاملاها بالمخرطة.
تعالوا بقى نشوف عيشنا الجميل ده. انا بصراحه حماتي الله يديها الصحه، انا ما حضرتش العيش ده خالص يعني. هي طلعت ما شاء الله خبزته، انا بس ايه يعني جيت في اللقطه الاخيره كده بس مش اكتر. هي ربنا يديها الصحه، هي عجنتهم وخبزتهم. شوفوا بقى العيش ما شاء الله طالع عامل ازاي، ما شاء الله. انا بقى زي ما قلت لكم جيت في الاخر كده يعني في اللقطه الاخيره. بصوا العيش ما شاء الله يفتح النفس، يتاكل من غير حاجة، يعني يتاكل من غير غموس بصراحة. شفتوا جماله؟ انا على بال ما طلعت لها فوق والله العظيم كانت هي ربنا يديها الصحة كانت خلصت وتمام التمام. وكمان تعالوا بقى قلت لكم ايه، قلنا بما ان الفرن شغال تعالوا نعمل اللي هي القرص الفلاحي دي او الكماد. بصوا بصوا جمالها بقى، بصوا جمالها وحلاوتها. بصوا بصوا الحلاوة ما شاء الله، يعني عيش وقرص يعني زي ما تقولوا قولوا. انا بصوا يعني زي ما قلت لكم جيت في اللقطة الأخيرة. جيت بقى ايه، ألم العيش، يعني امسحه كده والمه، والم القرص برضو، يعني جيت في النهاية كده في التشطيب. بصوا ما شاء الله هيفتح نفسنا كده مع مع الملوخية وخضار وشوية سلطة، وقلت لكم هعمل لهم طعمية كده. بصوا انا بوريكم الحلاوة بوريكم بس. ما شاء الله. يعني عملنا هنحط بقى، هنحطهم بقى هنعينهم في الفريزر، ولما نحتاج يعني نطلع على قدنا كده وناخد. فما شاء الله مسكت انا بقى القماشه كده واللي هو امسح لو في حاجه او كده، ونعبيه بقى، بس نسيب ايه، نسيب على قد اكلنا النهارده. بصوا بصوا الجمال، انا عايزه اوريكم الجمال اللي انا ما عملتوش يعني. انا يعني انا جيت على الجاهز. بصوا حلوة قوي. تعالوا بقى ايه، نشوف بقى اكلنا النهارده. نغرف اكلنا كده الحلو الجميل البسيط ده. بصوا زي ما قلت لكم كده لقمه هنيه تكفي 100. بسيطه ماشي، لقمه متكلفه ماشي، زي يعني يعني بيتنا يمشي بمقدرتنا يعني زي ما يعني زي ما ربنا يجود نقدر نمشيه. يوم يوم هنكلف قوي حلو قوي، نو يوم مش هنكلف نص ونص، فالدنيا تمشي كده ان شاء الله. بصوا انا كده لميت العيش اهو، وهلم بقى القرص برضو، ونغطي بقى وننزل تحت هنا بقى ايه. كان خلاص الاذان ادى. جبت بقى جبت التمر حضرته. هما شاريين تمر هندي. العيش بتاعنا الجميل، خضار مخلل، شوية سلطة. الطعمية بقى الجميلة دي عملناها برضو، وعملناها محشية كده وظبطناها. وانا هنا بغرف الملوخية. بصوا بقى الجمال، وقعدنا بقى فرشنا كده على الارض وقعدنا قعدة حلوة. يلا بقى بالهنا والشفا كل اللي عمل حاجة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب عشان قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله، ونبقى اكبر واكبر، ونبقى عيلة كده واخوات بإذن الله. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله، واستنوني. اشوفكم على خير، مع السلامة.